صباح الخير. النهاردة يا جماعة عايزة أتكلم عن طرق ومفاتيح السعادة ال5. إزاي نتغلب على الحزن والإحباط بشكل عملي وعلمي. بصوا، أنا مش هضحك عليكم وأقول لكم الطريقة دي هتخليكم سعداء طول الوقت وهتمشي ترقصوا وتغنوا والفراشات بقى هتطير حوالينا والكلام الفارغ ده كله. لا طبعا، لأن مفيش أصلا حد سعيد طول الوقت، ومفيش حد أصلا عايش حزين طول الوقت. الناس كلها حبة كده وحبة كده. بس الفرق بقى ان في حد بيقدر يشوف الحلول لمشكلته اسرع من حد، وحد بيختار انه ما يقعدش كتير في المشكلة وفي الاحباط اكتر من حد. يعني حد عقله منور وحد عقله مضلم، من الاخر يعني. وهو ده بقى اللي انا عايزة اتكلم فيه معاكم النهاردة. ازاي ابقى سعيد او احافظ على هدوئي او احافظ على عقلي واعي واقدر افكر في مشاكلي صح. ازاي ابقى هادي، ازاي ابقى رايق، الكلام ده كله. الجديد بقى والمختلف النهاردة اني هديكوا الوسائل اللي هنحقق بيها الكلام النظري ده. انا دايما بقول الرضا والشكر والحمد والتفاؤل، طبعا ده اساسي. لكن انا النهاردة طلعت لكم شوية خطوات عملية وتدريبات هتخلينا بالفعل نغير نفسنا في اسبوع ان شاء الله لو التزمنا. مهم جدا نعرف ان طرق التأثير في العقل الباطن اساسية جدا جدا جدا. يعني انا لو خليت عقلي الباطني يفكر بشكل ايجابي هتغير الدنيا عندي. ما تتخيلوش قد ايه العقل الباطن بيتحكم في عقلنا الواعي من غير ما ندري. فلو قدرنا فعلا نخلي العقل الباطن متفائل ولو شوية صغيرين، هيغير كتير قوي 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 من اسلوب حياتنا. نبتدي مع بعض. طيب، اول خطوة، اول حاجة اننا هنجيب اجندة وقلم، هنحطهم جنب السرير بتاعنا كل يوم قبل ما ننام. واول ما نصحى الصبح هنكتب 5 حاجات انا شايفاها ميزة عندي او نعمة من ربنا، حتى ولو صغيرة جدا. حاجة ربنا مديها لي انا حاسسها نعمة، وهنحاول اننا ما نكررش اي حاجة منهم لمدة 7 ايام يا جماعة. 7 ايام. الفكرة في برمجة عقل الباطن بيبقى من 7 او 14 يوم او 21 يوم. احنا هنبتدي على الحد الادنى اللي هو 7 ايام. فانا كل يوم اول ما اصحى وقبل ما انام هكتب 5 حاجات نعم من ربنا، ميزات انا شايفاها عندي، وهنحاول ما نكررش حاجة منهم في الأجندة دي ونحطها وننام. أوكي. تاني حاجة، هنعمل حاجة اسمها توكيدات. هنقول حاجة كل يوم اسمها توكيدات. التوكيدات دي برضو يا جماعة جزء من برمجة العقل الباطن. هقول التوكيدات دي في اتجاهين. أول اتجاه اللي هو هقوله على الحمد، يعني أنا هحمد ربنا بشكل عام. هكتب 3 جمل كل يوم أحمد فيهم ربنا على الحاجات الحلوة اللي في حياتي، أي حاجة برضو صغيرة أو كبيرة. وهكرر قرايتها مرتين كل يوم، الصبح وبالليل 7 مرات. يعني مثلا أقول الحمد لله على نعمة السكن، الحمد لله على نعمة البصر، وهكذا. تاني اتجاه في التوكيدات هو اللي بيزود ثقتي في نفسي، زي ان انا اقول انا ناجحة، انا سعيدة، انا اقدر احقق اهدافي، وهكذا. بس لازم نراعي ان هي تكون بصيغة المضارع وبالكلام الايجابي بس. ما ينفعش اقول بالنفي، يعني ما ينفعش اقول انا مش حزينة، لا، هقول انا سعيدة. هو العقل الباطن ما بيفهمش غير الحاجات الايجابية، ما بيفهمش النفي. تمام. والتوكيدات دي يا جماعة مهمة جدا لرفع ثقتنا في نفسنا. هترفع ثقتك في نفسك وتقديرك لنفسك واحساسك بقدرتك انك فعلا مميز وتستحق كل حاجة حلوة وهتستحق حياة احسن. تمام. ده برضو 7 مرات لمدة 7 ايام. تالت حاجة، مهم اننا نعمل تأمل. مش شرط خالص انك تكون متمكن او فاهم او دارس يعني ايه تأمل. الفكرة كلها انا يمكن قلتها في تسجيل قبل كده، اننا مهم نفصل دماغنا عن التفكير ولو لمدة 5 دقايق كل يوم. هتسمع موسيقى هادية، هتركز على تنفسك، شهيق وزفير. بس هو ده كل اللي هتعمله. كل ما تيجي فكرة في دماغك تطردها وترجع تركز في الموسيقى. هتفكر في القلق والقرف والإحباط تطرده من دماغك وتفكر بس في الموسيقى وفي التنفس. حتى لو جاتلك فكرة حلوة، لا، برضو احنا مش عايزين نفكر خالص. تمام. لو حاولت نعمل كده لمدة 7 ايام، 5 دقايق بس في اليوم، فعلا فعلا هتفرق كتير قوي. رابع حاجة يا جماعة، الاستغفار. هنستغفر 100 مرة في كل يوم بنية تفريج الهموم والكرب يعني.
قوة الاستغفار قوة رهيبة رهيبة رهيبة، بتفتح فعلا الأبواب وبتغير الأقدار. انتوا مش متخيلين قوتها قد ايه. فدي حاجة مهمة جدا جدا. خامس حاجة وآخر حاجة، إن احنا لازم نتقبل المشكلة اللي عندنا. مهم إن احنا قوي نبص للمشكلة بنظرة التقبل، مش بنظرة عدم التقبل أو السخط أو الضيق. ده في حد ذاته هيخليك تقدر تحلها أو تواجهها أو تعديها حتى بسهولة، لأن طبيعي إن كلنا عندنا مشاكل ممكن يكون ليها حل وممكن ما يكونش. فمش هنقعد نعيط جنبها ونعيط على حالنا، لأن ده مش هيقدم ولا هيأخر. الدنيا كلها مشاكل يا جماعة، كلنا عندنا على فكرة مشاكلنا، محدش مبسوط على الآخر ومحدش طبعا كئيب على الآخر. في حاجة تانية مهمة، سوري على النوتيفيكيشن. حاجة تانية مهمة جدا، إننا نشوف دايما الناس المبتلية أكتر مننا. ده كفيل إن هو بيخلينا نشوف إن ابتلاءنا ده أقل بكتير قوي 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 من غيرنا، فنحمد ربنا عليه ونقدر نقبله. وبجد مع التمرين هتلاقي نفسك بتواجه المشكلة في هدوء أكتر وتقبل، واتجاه تفكيرك هيكون أحسن في إن انت تحل، مش إن انت تقعد محبط. فياريت تحاولوا والله تجربوا الكلام دوت، وفعلا الكلام ده مجرب، يعني أنا عاملاه وحقيقي بيجيب فايدة مهمة جدا وفايدة كويسة وكبيرة. بس وهيبقى أسلوب حياة بعد كده على فكرة. يعني انت ممكن تلاقي بس مشكلة وصعوبة في البداية، لكن بعد كده هيكون أسلوب حياة. فياريت تجربوا وتقولوا لي ايه اللي هيحصل. بس ميرسي.